ازاي نكون متحكمين مش تابعين، ازاي نكون مستخدمين مش مستخدمين، ازاي نكون احنا اللي بنسوق مش احنا الركاب، ازاي نكون احنا اللي بنختار المحتوى مش المحتوى اللي يختارنا. الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكمن في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنها بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا ويان رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك. أنا أشرف يحيى رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في أولى حلقات برنامجنا خد بالك. خد بالك مش مجرد برنامج، ده تنبيه. خد بالك بيعلمنا ازاي نستخدم السوشيال ميديا استخدام بوعي مش بإدمان، ازاي نكون متحكمين مش تابعين، ازاي نكون مستخدمين مش مستخدمين، ازاي نكون احنا اللي بنسوق مش احنا الركاب، ازاي نكون احنا اللي بنختار المحتوى مش المحتوى اللي يختارنا. هدفنا بسيط وواضح. يلا بينا نبدأ أولى حلقاتنا بسؤال: أنت ماسك الموبايل ولا الموبايل اللي ماسكك؟ خليك صريح مع نفسك. آخر مرة فتحت الموبايل كنت داخل تعمل حاجة محددة، ولا لقيت نفسك بعد نص ساعة بتقفل وأنت مش فاكر أنت كنت داخل تعمل إيه أصلا؟ والحقيقة ده مش حالك أنت لوحدك، ده حال كتير مننا. وقتنا بيضيع، مش بنقرر إن إحنا نضيعه، ولكن ما بناخدش بالنا إن هو ضاع. المشكلة مش في الموبايل ولا في السوشيال ميديا، المشكلة إننا بنسيب نفسنا تابعين مش متحكمين، إشعار ورا إشعار، فيديو بعد فيديو، بنسيب نفسنا ونمشي ورا اللي بيظهر قدامنا. الغريب إنك لو سألت حد أنت بتقعد على السوشيال ميديا قد إيه؟ يقول لك عادي، مش كتير. بس الحقيقة الوقت اللي بيضيع مش بيبان، لأنه متقسم على لحظات صغيرة وفي الآخر بتطلع عمر. مش بنكون حاسين بالوقت، بس بنكون حاسين إننا تعبانين. وفي أوقات كتيرة بنقول لنفسنا عادي، كل الناس بتعمل كده، إحنا بس بنفصل شوية. طيب هو إحنا بنفكر إحنا بنفصل ليه؟ أو بنفصل من إيه؟ ونقعد نبرر لنفسنا أفعالنا، الضغط والشغل والمسؤوليات، والموبايل بيريح برضه، مع إننا ما قلنا إن الشغل بيريح ولا المسؤوليات بتريح. طيب نعمل إيه؟ الحل إن إحنا نقعد نفكر مع نفسنا. أنت فاكر آخر مرة قعدت مع نفسك من غير موبايل؟ ولا الإحساس ده بقى تقيل؟ يمكن بنخاف من اللحظات اللي بنقعد فيها ونقفل الموبايل، بتجيلنا أفكار وأسئلة وحاجات غريبة كتير كنا مأجلينها. الموبايل مش المشكلة، المشكلة إننا بنسيب حاجات صغيرة تمسك فينا، سيبناها تاخد وقتنا وتركيزنا وحياتنا. السؤال مش إن إحنا نقفل السوشيال ميديا ولا لأ، السؤال اللي بجد هو مين فينا المتحكم؟ أنت ولا السوشيال ميديا؟ والسلام.